يلا يا اخوانا والنبي، يلا يا شباب، عايز الحق اخلص اليوم ده واحنا سخنين كده. يلا كابتن اشرف، الحمد لله على السلامه. بص بقى يا ابو الكباتن، الموضوع سهل جدا جدا. احنا هنعلن بطريقه بسيطه جدا. حضرتك هتعمل فولو للاكونت الرسمي بتاع النادي، وبعد كده تظهر تقول اسد جديد في الجزيره. انا اصلا درت فولو للنادي وللاعبين. بجد؟ لا طبعا، يبقى ما ينفعش كده. الناس ممكن تعرف عن الصفقه من قبل ما نعلن عنها. اوكي يا كابتن، شيل الفولو بسرعه. نعمل ايه؟ كابتن اشرف، انا عندي حته فكره حلوه قوي وجديده. اسمع، احنا هنجيبك وانت راكب الطياره وراجع من فرنسا، اوكي؟ الطياره هتفضل تنزل 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 لحد ما تقرب من النيل. في لحظه معينه هتقوم ناطط انت من الطياره في النيل. يعني مش هتعوم كتير، هما يا دوبك 500 متر تقريبا، لحد ما توصل لكوبري قصر النيل. بعدين تتسلق الكوبري، تطلع تقف جنب اسد من اسود الكوبري، تقوم ماسك التيشيرت بتاع النادي في ايدك وتقول اسد جديد في الجزيره. ها، ايه رايك؟ حلوه مش كده؟ ايه، طلعت اوت؟ طب بقول لك يا ابو الكباتن، انسى موضوع النيل ده خالص، انت شكلك اصلا ما بتعرفش تعوم. اسمع دي، احنا هنجيبك وانت راجع من الطياره اياها بتاعت فرنسا، اوكي؟ بس المره دي بقى انت هتنط منها وانت على ارتفاع 5000 قدم بالباراشوت. هتنط على برج القاهره عدل. اول ما توصل للبرج تقف تبص على استاد التتش من تحت، اوكي؟ وبنفس تيشيرت النادي هتروح ناطط من البرج على الملعب، وانت في الجو تمسك التيشيرت وترفعه بايدك وتقول اسد جديد في الجزيره. ايه، مش واكله معاك برضو صح؟ طب بقول لك ايه يا كابتن اشرف، انت ارجع اعمل فولو باك للنادي بقى خلاص. يعني هنعمل ايه بقى؟ هنقطع نفسنا؟ بس بعد ما تعمل فولو اقف وقول انا عارف اخويا، ناخذ تيشيرت وغنمشي الملعب وغنقول اسد جديد في الجزيره.